ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا تاني عشان نعمل كيكة الموز الخطيرة. بجد بجد الكيكة دي يا جماعة رهيبة وخفيفة ولذيذة. معانا 3 موزات و180 جرام من الدقيق و100 جرام من الزبدة زيهم 100 جرام من السكر وبيضة 120 ملي لبن وفانيليا واللبن عشان يوضح اكتر. ويلا بينا نبتدي. هنجيب ال3 موزات الحلوين دول كده نقشرهم ونقطعهم شرايح رفيعة كده صغننة. تمام. أنا باحب جدًا الحاجات اللي هي الكيكات اللي تبقى لذيذة وسهلة. بتنزل في القلب يا جماعة والله مش في المعدة خالص. الصينية بتاعتنا مدهونة زبدة وحاطة فيها ورقة من الزبدة. تمام. وهارُص عليها الموز كده زي ما أنتم شايفين. تمام. لحد ما نخلّص كل الصينية كده. تمام. هننزل بالكراميل بتاعنا اللي إحنا عاملينه. دي نُص كوباية من السكر حطيناها على النار لحد ما اتكرملت، وبعدين حطيت لها مكعب زبدة بس كده اندمجوا مع بعض، رُحت صابّاها فوق الموز كده زي ما أنتم شايفين. طبعًا عشان الجو كان برد فالكراميل بتاعنا جامد. أنا الفيديوهات دي أنا مصوراها من الشتا اللي فاتت. تمام. نيجي بقى للخطوة التانية واللي هي نعمل الكيكة. هنجيب البولة بتاعتنا الإزاز الحلوة الجميلة دي، وهنحط ال100 جرام من الزبدة. تمام. وعليهم 100 جرام من السكر ونبتدي نضرب بالمضرب لحد ما يبقى الخليط بتاعنا كريمي. الزبدة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. تمام. وهنضرب فيها طبعا أول ما ضربنا الدنيا كلها اتبهدلت حوالينا عادي جدا يا جماعة. تمام. هنضرب فيها لحد ما تبقى كريمي كده. وبعدين هننزل عليها بالبيضة ونضرب. وبعدين هننزل بالفانيليا بتاعتنا. الفانيليا دي جامدة يا جماعة بتاعت دكتور بيكر. هي والكريم شانتيه واسمه ايه بيكنج باودر. حاجة دكتور بيكر جميلة جدا. كمان كنت مجربة منه الكريمة تشيز تحفة. تمام. بعد كده هننزل باللبن ونضرب تاني لحد ما الخليط يتجانس. هننزل عليها بالدقيق بتاعنا 180 جرام. حطيت عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. وهنخلطهم الأول كده قبل ما نشغل المضرب، وبعد كده هنبتدي ضرب فيها. الخليط بتاعها بيبقى متماسك شوية، تقيل يعني مش سايل قوي. تمام كده. الخليط بتاع الكيكة بتاعنا بقى جاهز. هنحطه على الموز كده والكراميل ونسويها. أنا ضفت بقى إضافة تانية للكيكة دي. تمام. حطيت لها، هتشوفوا دلوقتي هحط لها صوص كراميل. تمام. ممكن ما تضيفوهاش بس انا ضفتها وفرقت جدا في طعم الكيكة صراحة. جميلة قوي. تمام. انا طبعا شفت الكيكة دي في كل مكان يعني، بس طبعا كل اللي كان بيعملها بالشوفان والشوكليت شيبس وكده اللي هي اسمها بنانا بريد. تمام. وجميلة برضو كل حاجة، بس انا قلت ايه خلينا في الناس اللي مش عايز تعمل دايت وحابة الكلبزة بقى وكده. حاولت اديها شكل حلو كده. تمام. قبل ما ندخلها الفرن. بس هندخلها الفرن تلت ساعة. بعد ما طلعت من الفرن، طبعا الفرن بيكون سخن قبليها، بعد ما طلعت بالفرن طلعت بالشكل الحلو الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. بص الكراميل تحس ان هو ايه عامل بابلز فيها. بس هنا كده لما قلبناها وبصوا بقى خطيرة بجد خطيرة. سهلة سريعة وطعمها يجنن. جربوها ولما هتجربوها هتدعوا لي انا متأكدة.
وابعتوا لي تطبيقاتكم بقى ما تنسوش بليز، ويا ريت تدعموني وتعملوا سبسكرايب وتشيروا الوصفة وتعملوا لي لايك. بصوا الجمال، خطيرة خطيرة والله. ما تنسوش انها سهلة وسريعة، متاخدش وقت نهائي، تقدروا تعملوها في اي وقت، والله ما بتاخد وقت خالص. اخر حاجة احب اقولها لكم ان انا عن الكلبزة مش مسؤولة، تمام؟ ودي كانت وصفتنا للنهاردة، ومنظر كيكتنا بصوا الكراميل متداخل ازاي في قلب الكيكة وشكلها يجنن، رهيبة بجد يا جماعة، انا عشقتها الصراحة، جميلة جدا جدا. هستناكم بقى تطبقوا الوصفة وتبعتولي، وهستنى الصور بتاعة التطبيقات بتاعتكم، وما تنسوش تدعموني باللايك وسبسكرايب وبالشير، واشتركوا في القناة بقى يا جماعة كده.